السلام عليكم البنات، أروح نكمل مع بعضنا نهاية الرواية نصف حب ونصف انتقام. قبل ما نحكيو على النهاية لازم نرجع شوية للبداية. كيفاش بدات القصة بين روبا وياسين؟ كانت روبا صحفية شابة طموحة بزاف، تخدم في شركة إعلامية كبيرة، وكان مديرها ياسين معروف بالصرامة وبالذكاء. روبا كانت تحترمه بزاف، ربما كانت تحبه من بعيد بلا ما تعترف حتى لنفسها. لكن في يوم من الأيام روبا اكتشفت بالصدفة ملف كبير فيه صفقات مشبوهة، أرقام غريبة وتوقيعات باسم ياسين. خافت وترددت، بصح ضميرها الصحافي خليها تواجهه مباشرة. دخلت عليه المكتب وعينيها فيها دموع وقالت له: ياسين، ما كنتش نحب نقول لك، بصح وش راك تدير؟ راه غلط ولازم توقف هذه اللعبة. بالمقابل تفاجأت برده بصوته العالي، قالها قدام الجميع: انتي تتهميني أنا؟ راكي مطرودة. انكسرت روبا، ضاعت حياتها المهنية وخرجت من الشركة مكسورة القلب. ما بكاتش بزاف، بصح حلفت وقالت: راح نرجع وبطريقة تخليه يندم على كل لحظة ظلمني فيها. مرت سنتين، تغيرت روبا كامل، ولت أقوى وأذكى. قررت ترجع للشركة باسم جديد ومظهر مختلف تماما. كان الهدف واحد وهو الانتقام، لكن القدر دائما يحب يلعب لعبه. ومع أول لقاء بينها وبين ياسين القلوب رجعت تخبط من جديد، والعقل بدأ يتخلى عن خطط. مرت الأيام وربا كانت بين نارين، بين قلبها اللي باقي يحبه وعقلها اللي يقولها لازم تنتقمي. وياسين رغم الكبرياء تاعو كان كل يوم يشوفها فيه يتأكد باللي ما قدرش ينساها. وفي ليلة طويلة مليانة صمت وذكريات قرر يروح عندها ويفتح الباب وقال بهدوء: ما تعبتيش من الحرب يا روبا؟ رفدت راسها وشافت فيه، قالت له: تعبت، بصح الانتقام هو الشيء الوحيد اللي خلاني نكمل. قرب منها وقال: وأنا نحاول نكرهك، نحاول ننسى، بصح ما قدرتش. كل مرة نشوفك نحس بالذنب يقتلني، على كل دمعة نزلت بسببي أنا. الدموع نزلت من عينيها وهي تقول له بصوت مكسور: خليتني وحيدة، صدقت فيك وانت كنت أول من طعنني. رد عليها بلطف: كنت غلط وغلطي كبير، بصح ربي يرجعك باش نصلحه مش باش نزيدو نحطم بعضنا. قرب خطوة حتى مسك من يديها وقالها: روبا، نخليو الماضي يموت ونبداو صفحة بيضاء أنا وياك. سكتت للحظة طويلة، حست بقلبها يدق وبدموعها تنشف، وقالت: يمكن نقدر نغفر، يمكن نقدر نحبك من جديد، بصح المرة هذه نحب بصدق وبلا وجع. الأيام اللي بعدها كانت مختلفة تماما، ما بقاش فيها لا انتقام ولا كره. بقاو يخدموا مع بعضهم، يضحكوا ويكتشفوا باللي الحب القديم ما ماتش، كان غير مجروح واستنى لحظة الغفران باش يرجع. وفي صباح مشرق دخلت روبا الشركة، لقات المكتب مزين بالورود الحمراء وعلى الطاولة كاين خاتم بسيط. دارت لقات ياسين وراها يضحك بابتسامة ما فيها لا خبث لا غرور، وقال: صار وقت الحقيقة، أنا نحبك. وروبا اللي كانت عدوتي اليوم ولا تحب حياتي، تقبلي تبقاي معايا بلا ماضي بلا كره بلا انتقام. الدموع غلبتها، ضحكت وسط الدموع وقالت: نصف حب ونصف انتقام، ولا اليوم حب كامل. ركع قدامها وقدم لها الخاتم، وهي حطت يدها على فمها وقالت: نعم، نقبل نتزوج ونبدأ حياة جديدة. الزفاف كان بسيط راقي كله حب وصدق. روبا لابسه فستان أبيض خفيف، وياسين يشوفها كأنها أول مرة يشوفها. وسط تصفيق الناس رفعها بين يديه وقال بصوت يسمعه كامل: الحب انتصر والانتقام مات. ضحكت روبا وقالت: كنت نصفي الثاني واليوم وليت روحي كلها. الكاميرا تخرج ببطء، الموسيقى ترتفع، وصوت روبا يجي من بعيد تقول: ما كانش أجمل من الغفران، لأنه هو وحده اللي يخلي الحب يعيش ويحول الوجع لحكاية جميلة. هذه هي النهاية. هذه كانت نهاية روايتي نصف حب ونصف انتقام. قصة بدأت بالكره وانتهت بالحب، من كتاباتي طبعا. علمتني باللي أحيانا الغفران أقوى من الانتقام، والحب الحقيقي ما يموتش. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي رأيكم في التعليقات. نشوفكم إن شاء الله في رواية جديدة في قناتي أيام رانيم.